انت عندك فوبيا من كل حاجه. عندي فوبيا من كل حاجة ليه؟ وده الجزء الثاني من تحدي مين يعرفني أكتر، والنهاردة معايا إخواتي. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين. يلا بينا. دلوقتي انا عايز ضرب تقطيع. اول حاجه، ايه لون طوع المفضل؟ ها يلا انا بالنسبه لي بصراحه لان انا ما اعرفش الالوان. بالنسبة لي أنا سهل. لان 5 انا ما فيش لون عندي مميز قوي يعني. 4 3 انا 2 عن نفسي 1. ملكه الاسود، ملكه الاسود ولافندي. أنا ملكة الأسود بجد. دي حقيقة. حلو. وانت يا عباده بتقول ايه؟ انا قلت الاحمر. الله ينور يا عباده، انت خسران يا عباده، اطلع بره. تمام. السؤال التاني. السؤال الثاني، ايه اكتر ماده طوع كانت بتحبها في المدرسه؟ قول يا عباده انت المره دي. اقول رياضه وعربي. واسماء. نفس الاجابه، رياضه وعربي. ماشي، انتوا الاثنين صح. طيب ايه الرياضه اللي طوع كانت بتلعبها وكانت ايه فيها؟ لا 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 لا. 5 4 هتتخانقوا عليها، أنا 3 عارفة هما الاتنين أكيد 2 عارفينها. 1. عصماء. اكيد كوره. ايوه. وحارس المرمى بتاعنا يعني. لا نور. كانت صدفه غريبه بس تمام. وعباده بتقول ايه؟ نفس الاجابه، كره قدم او حارس. هما الاتنين، أنا متأكدة إن هما حارس الاتنين مرمى عارفين. محترف. طيب ماشي. طيب السؤال الرابع هو غريب شويه الحقيقه. ايه مقاس جزمه طوع؟ ايه ده؟ مقاس جزمة تقع. انا عارف مقاس انا لما اعرف مقاس تقع. حرفيا انا مش عارف الاسئله دي ما بنسالهاش يا ابني، والله مش عارف. هي التفاصيل دي اللي بتبين الأخوة. تقريبا يعني مش عارف، ممكن 38 او 39. واسماء. هو المفروض 38 بس اعتقد في حاجات فيها بتلبس ساعة 39. صح. الله ينور عليكم يا جماعه. بالظبط صح. إخواتي. تمام. اكتر شوكولاته طوع بتحبها؟ 5 4 3 2 1. عصماء. اسماء مش عارفة بس يعني جالاكسي. عبادة. عباده. ممكن تكون ديري ميلك. الله ينور يا عبادة عباده. دلوقتي عشان انتوا الاثنين زعلتوا طوع. طوع لما بتكون زعلانه بتعمل ايه؟ عباده. معرفش بس يعني تقريبا هي بتنظف، بتقوم تنظف او بتقوم تشغل نفسها بحاجة. أسماء. واسماء. النوم سلطان. الله ينور اسماء، الله ينور اسماء. دلوقتي معانا سؤال بيقول ايه اكتر حاجه طوع بتحب تعملها؟ في العموم في العموم عصماء. اعتقد يعني شوبينج مثلا، يديله في الاوردرات. وعباده. هو انا اللي اعرفه ان تقع حراته، فاكيد الشغل. ايه ده، انتوا إيه الاثنين ده؟ صح، كل واحد قال نص جاوب اجابه. واحدة. كل واحد قال نص اجابه. تمام ماشي. لا احنا قايلين ايه أكتر حاجة، حاجة واحدة. ايوه. فشوف. نقطه لكل بني ادم. ايه اكتر حاجه تقى بتحب تعملها في شغل البيت؟ صوت صرصور الحق. 5 4 3 2 1. عباده. مش عارف بس مش هقول تنظيف، بس ممكن تكون بتحب مثلا ان هي تزين المكان او تشقلبه او يعني فاهم، بتجدد المكان يعني. ماشي. وعصماء بتقول ايه؟ تطبخ. كده. ماشي. شاطرين انتوا الاثنين. نقطة لكل بني آدم. ايه أكتر حاجة بتكرهها لما بتيجي تعمل أكل؟ 5 4 بننام بدري. 3 2 1. عصماء. الاحشاء الداخليه بتاعت ماشي. الكائنات الحيه. ايوه. طيب عبادة بيقول ايه؟ ممكن ماشي، ده إجابتك. عبادة بيقول ايه؟ بس غالبا هو تقريبا كل الستات بيكرهوا كده كركبه المطبخ. أسماء. حلو، عصماء هي اللي كسبت المرة دي. انا بخاف انضف السمك والفراخ والحاجات دي، بحس ان الحاجات دي ممكن تصحى في ايدي كده. تقع عندها فوبيا من ايه يا جماعة؟ 5 4 جميع ما سبق. 3 2 1. كل الأرقام اللي أنا قلتها دي عندها فوبيا منها. جميع ما سبق. بس عارف الاجابات ولا ما يسمع؟
اسمعي هتعددي براحتك. مسموح هنا بالتعدد عادي. يلا هنبدأ بعبادة. قولي يا عبادة. اكيد مرتفعات، اكيد واسماء مرتفعات وبحر مثلا وميه يعني. واسماء بتقول ايه؟ انا اضم صوتي لصوت عباده في موضوع الميه ده، خصوصا بعد الموقف الاخير لما كنا في الاكوا بارك والزحليقه الكبيره. تمام، الله ينور. ممكن ايه، ممكن الصراصير يعني الحاجات اللي هي حشرات. خلاص ايه. الله ينور. الاثنين صح. تقى بدأت امتى على السوشيال ميديا؟ شهر وسنة ويوم. يوم انا نفسي مش فاكره اليوم. طيب شهر وسنة بس، خلاص يلا هنتساهل معاكم. 5 4 انصفوني عليك. 3 2 1 عبادة. هي هتبقى السنة اللي فاتت يعني اللي 24 هتبقى تقريبا شهر 9. اسماء. هو لو امتى عملت الصفحات بتاعتها وكده فاعتقد شهر 8، لكن امتى بدأت تنزل تهيألي 9. صح. اكتر مشروب تقى بتشربه خلال اليوم؟ هما الاثنين هيعرفوا. نشوف. انا ما بقتش استغرب عليكم حاجة الحقيقة. 2 1 عصماء. هو في حاجتين يعني اعتقد. قولي كده حاجة. هي كانت بتشرب قهوة كتير، ما عرفتش هي لسه بتشربها ولا لا، بس في الفترة الأخيرة يعني كانت قبل ما تسافر وكده وتتجوز كانت بتشرب أعشاب كتير. وعبادة بيقول ايه؟ عشان تقى عاشت فين في فترة شغلها في القاهرة؟ هيعرفوها برضه أكيد. 5 4 3 2. قولي اسماء. مدينة نصر وبعد كده نقلت 6 أكتوبر. وعبادة بيقول ايه؟ هو انا بصراحة مش فاكر هي نقلت من فين لفين، بس اللي فاكره مدينة نصر واكتوبر. ماشي يا شباب، الله ينور عليكم. السؤال بقى اللي انا حابب اشوف اجابته عندكم. ايه اخر فيديو تو نزلته عندها الساعه كام بالظبط وفي الدقيقه كام؟ عشان انتوا بقى بتوع التفاصيل تعالوا لي. مش للدرجات. ايه اخر فيديو نزلته عندي؟ على ايه؟ على الانستا والتيك توك بتوعي. 3 2 1 عبادة. واسماء بتقول ايه؟ الاوتفيت اللي هو بلوزة تركواز والبطل. شايف التفاصيل. شايف التفاصيل، الديتيلز اهم حاجه، الديتيلز. يا جماعه انا عارف دكتور مخ واعصاب كويس، هبعت لكم رقمه بجد والله. روحوا شروه واحده كده على الدكتور، يعني غريب الموضوع ده. طيب ماشي. بجد انا مش فاكر احنا اتغدينا النهارده، رغم ان انا اللي طالب الاكل ده تحديدا. انا طلبت أيوة. الاكله ونسيها. سؤال بقى ليه انا. ايه اخر تحدي شورت نزلناه؟ كان ايه وتقى فازت ولا خسرت؟ ولو فازت بكام بوينت؟ قالوا لي بقى. كل واحد فيكم ماسك بتاع بيصد الكرة اللي التاني بيدخلها. ايوه وتقى بقى كسبت كام؟ يعني كانت عند كام وانا كنت عند كام؟ 9 كام؟ وانت 3 يا ابني. لحد امتى هقول لك ايه التفاصيل متخلفه. ايه التفاصيل دي؟ سؤال عننا انا وتقى مع بعض بقى. احنا جينا امتى الامارات؟ اخر مره لما جينا سوا يعني. ايوه تاريخ. ماشي. 5 4 3 2 1. يلا هنبدا بعصماء. 28/7. عبادة بيقول ايه؟ مش فاكر والله. عصماء صح. كده انتوا خلصتوا معانا يا جماعه التحدي الجميل، وعصماء اللي كسبت. شكرا يا جماعه على وجودكم معانا النهارده، والله السلام عليكم. شرفتوني. الله ينور رجاله. وبكده نكون خلصنا تحدي النهارده مع اخواتي مين يعرفني فيهم اكتر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك وسبسكرايب، وتسيبوا لنا رايكم في الكومنتات. هتلاقوا الاكونتات بتاعتنا موجوده في صندوق الوصف، ما تنسوش تتابعونا عليها وتبعتوا لنا افكار فيديوهات تانية. اشوفكم الفيديو الجاي.